تانية سنة وازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندنا امتحان شهر نوفمبر. حضرتك مكسل تذاكر، مستر بتاعك اللي هو انا عشان طيب عملنا فيديو كده هنلم فيه المقرر بتاع شهر نوفمبر. انت عارف ان انا براجع بحب ان انا اراجع سؤال، وجنب كل سؤال لو فيه حتة شرح نشرحها واحنا ماشيين. حلو مع بعض كده ان شاء الله 4 امتحانات نلم فيهم الافكار اللي كانت موجودة معاك ان شاء الله في الاتنين يونت اللي موجودين عندك في امتحان الشهر بتاعك. فسمي الله كده الاول، ورقتك جنبك، اقلامك جنبك، مش ناقصك اي حاجه، كوبايه العصير بتاعتك بقى ولا اي حاجه سخنه في التلج اللي احنا فيه ده عشان الجو تلج تلج. الساعه 8 الصبح عشان مبقاش كذاب، يعني الساعه 9 ونص بصراحه يعني. تمام. ف ركز كده معايا وناخد كده بق ونشتغل. صلي على النبي كده الاول. الله يقيا حلوه كده، اي حاجه كده منك حلوه يعني. دلعني كده دلعني. سمي الله يا سيدي، توكلنا على الله، كفايه هزار بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال بيقول لي هنا I noticed that she was angry. the antonym of the verb notice. كلمة notice اللي كان معناها يلاحظ، يبقى معاك كلمة notice معناها يلاحظ. طيب انا عايز عكس كلمة يلاحظ. طالما انا لاحظت حاجة يبقى انا تجاهلتها، عكسها فحلك هنا يبقى ignore. السؤال التاني بيقول لي farmers are hoping for good weather to ensure successful harvest حصاد of their session. طالما في عندك حصاد يبقى عندك محصول او زرع اللي كان اسمه crops. بعد كده ولاد بيقول لي in hypermarkets الاسواق الكبيره you can find a lot of products to choose from. هتلاقي تنوع كبير تختار ما بينه، تنوع اللي كان اسمه variety. ما تنساش كان معاك كلمه variety of تنوع من، vary معناها يتنوع ويختلف، various كان معناها متنوع او مختلف. Unfortunately لسوء الحظ I wasn't able to not in touch with my old friends. معك تعبير مهم ولازم تبقى عارفه ولازم تبقى فاكره، لازم تبقى مركز فيه. keep in touch اللي كان معناها يبقى على اتصال، عكسها lose touch. يبقى keep in touch عكسها lose touch. فحلك هنا يا باشا هتبقى keep. في السؤال اللي بعد كده بيقول لي a group of expats will announce their new drug in the upcoming medical lot. باشا طالما بتتكلم عن حاجة طبية، حاجة علمية، حاجة الناس كلها تتفرج عليها، فاوتوماتيك حضرتك بتتكلم عن مؤتمر اللي كان اسمه conference. تنساش كنا خدنا conference اللي كان معناه مؤتمر، meeting اللي كان معناه اجتماع، وانترفيو اللي كان معناها مقابلة شخصية، appointment الأخيرة دي كان معناها لقاء أو موعد. طيب بعد كده بيقول لي medical نقط must be followed carefully to ensure the safety of patients. ايه الاجراءات ايه الطبي المفروض نمشي عليه علشان نحافظ على سلامة المريض؟ يبقى انا قلت من غير ما اخد بالي بنتكلم عن اجراءات اللي كان اسمها procedures. اجراءات. we not dinner at my grandmother's house next week. next week يعني الاسبوع اللي جاي، يعني حضرتك بتتكلم عن مستقبل. كان معاك 4 طرق للتعبير عن المستقبل will والمصدر am is are going to مصدر، معاك مضارع مستمر يعني am is are فعل مضاف له ing، كان معاك مضارع بسيط فاعل جمع فعل مصدر، فاعل مفرد مضاف له اس لفعلك او es. فحلك هنا هتبقى are having. I can meet you tomorrow مش هقدر اقابلك بكره because I'm not on an important project. والله هبقى شغال على مشروع. كان معاك يا قمر ما تنساش المستقبل البسيط والمصدر، المستقبل المستمر والبي زائد الفعل مضاف له ing، المستقبل التام والهاف زائد التصريف الثالث. بعلم المستقبل التام بباي زائد فترة مستقبلية جاية. بعلم المستقبل المستمر بأي شيء يدل على الاستمرارية أو توقيت زمني محدد. نرجع للجملة، مش هقدر أقابلك بكرة
لاني هبقى شغال، هبقى طول اليوم قاعد شغال في ده. I will be working. She will call you after she not her friends to pick up او to pick her up. اي رابط زمني، اي رابط زمني، اي رابط زمني after before when as soon as by the time. عيش حياتك. معاك جهه من، تعالى كده معايا كده اسمعني، معاك جهه من الجهتين مستقبل، ما تفكرش. معايا الناحيه التانيه يا مضارع تام يا مضارع بسيط. طيب اصل في عندك بقى حته صغيره، ان انا لازم اركز ايه اللي موجود معاك. يعني هنا في الجمله يا باشا معايا المستقبل، اذا انا محتاج المضارع البسيط او المضارع التام. ما لقيتش غير المضارع البسيط اللي صرفته مع الفاعل مفرد اديته اس، فبقت after she meets. The technicians not out the maintenance over the next 2 days. طيب التقنيين هيبقوا بينفذوا حاجة على مدار اليومين الجايين، فحضرتك هتقول لي انا محتاج هنا مستقبل. عندك مشكلة، انا معايا طبعا شيل دول، معايا مستقبلين. معاك مستقبل بسيط والمصدر، ومعاك مستقبل مستمر والبي فعل مضاف له ing. over the 2 days معناها على مدار اليومين الجايين، يعني انا هبقى مستمر في الفعل اصلا، فهتبقى will be carrying. please don't disturb me، لو سمحت ما تضايقنيش. she said. she asked them not her. طيب كنا اتفقنا في جمل الغير مباشر، في جمل الامر والطلب، لما اطلب منك حاجه بديلك تو المصدر، لما اطلب منك ما تعملش حاجه نوت زائد الفعل في المصدر. اذا انا بقول لك طلبت منهم ما يزعجوهاش، فتبقى not to disturb. نبيل couldn't pass his exams, he not have studied better. كان المفروض يذاكر كويس، كان لازم يذاكر كويس. كان معاك have زائد التصريف الثالث قبلها، يا اما should يا اما shouldn't. should have تصريف ثالث كان من المفترض ان، كان المفروض. shouldn't have تصريف ثالث لم يكن من المفترض ان، حاجه ما كانش المفروض تعملها. ما تنساش يا قلب المستر لو وانت شغال ما لقيتش should او shouldn't، بدور على ought to اللي بتساوي should، و oughtn't to اللي بتساوي shouldn't. نرجع للجمله بتاعتنا. انا هنا بقول لك ما قدرش ينجح في الامتحانات، كان المفروض يذاكر كويس. تمام. طيب فتبقى he should have. في 13 بيقول لي I not sugar because we already had a lot of it. عندنا سكر كتير. حلو، بس اشتريت فما كانش المفروض ان انا اجيب. shouldn't have bought. طبعا كان معاك could have تصريف ثالث، حاجه ده معاك في امتحان الشهر ان شاء الله كان ممكن اعملها بس انا قررت ما اعملهاش. وانت قاعد يوم الخميس في اللجنه بتاعتك داخل ما انتش مذاكر، جيت تبص لقيت ان الكلمتين اللي قلناهم في الفيديو لما لك المنهج كله، فانت اصلا ما اتفرجتش بس اصحابك قالوا لك، فقمت قايل والله could have watched the video، كنت اقدر بس انت كسول. but I was lazy، بس انا كنت كسلان. اذا انت ما كانش معاك حاجه تمنع، بس انا كان معايا اوبشنين وانا اصلا اخترت واحد منهم بمزاجي وكيفي. كريم advised me not iPhone instead of any other mobile. قرر او نصحني ان انا اشتري تبقى 2 باي. ها ما تنساش والنبي، تعالى 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 تعالى. advise لو ضحك عليك وما حطلكش بعدها مفعول بلزق اي ان جي يا شباب، ولكن في المعلوم وفي المجهول، يعني في حالة وجود مفعول بعدها او المفعول كان في بداية الجملة، تمام، مجهولك بديله تو.
أو not to. I was advised to study. I was advised not to smoke. معلومك في حالة وجود مفعول يعني برضه بحط بعدها يا to يا إما not to. فأنا هنا هتبقى to by. The phone is ringing. I not it. هوبا يلا. أيوة قرار سريع. I will answer. تعالى يلا. عشان افوق بس عندي شغل كتير النهارده مش هعرف نركز. بقول لك ايه، تعال نبص على القصه دي واحنا ماشيين. بص على البلاي. Gonville got bored with his father's behavior so easily. Gonville كانت بتزهق جدا من تصرفات باباها بسرعه. Do you agree with her and why؟ هل انت متفق معاها؟ لا طبعا، عيله زباله ما شمتش ريحه تربيه بربع جنيه. طبعا of course no. ليه يا باشا؟ بص ابسط الحاجات. Because she should respect her father. المفروض تمتحن المفروض تحترم أبوها. If Gonville has a child she will have a taste of her own medicine. مقولة جميلة جدا قالها الملك لير. لو بنت جونفيل عندها عيال هتدوق من نفس الكاس اللي بتعمله فيا. What does King Lear mean by this expression؟ كان يقصد ايه؟ كان يقصد ان she treats him so badly، بتعامله بطريقة سيئة. and in the future، في المستقبل she will be treated so، هتتعامل بالمثل by her children. لما يجي لها عيال هيعملوها زي ما هي. ما هي داين انتوا ده ما انت بتعمله في ابوك وامك اطلع لجدتك لما تكبر. اللي بعده if you were Edgar، لو انت كنت مكان إدجار. ما تنسوش اولاد إدجر وإدمند. إدموند القذر اللي كان بيطلع اخوه شخص خاين لابوهم وعايز ياخد الحكم والميراث وعايز يقتله. وإدجار ده كان الطيب، ده السهبل اتضحك عليه بسرعة. لو انت كنت مكانه would you escape؟ كنت هتهرب or try to prove that you were a victim، ولا هتحاول تثبت ان انت ضحية؟ انا واحد من الناس مش ههرب. انا واحد من الناس لا انا لازم في كذا وفي كذا وفي كذا. فاقول لك I wouldn't escape. مش ههرب. I will tell my father the truth. طبعا هقول لابويا الايه؟ الحقيقة. ده في حاجة كمان. اصلا كان إدجار الابن المحبب لجلاستر لابوه. he would believe him، كان هيصدقه. هنبص على الامتحان التاني. ايه floods often destroy a lot of buildings in this area. بيقول لك الفيضانات بتدمر كتير في المبنى ده، في المنطقة دي. The adjective of the verb destroy، أنا عايز الصفة من الفعل. destructive اللي كان معناها مدمر. The farmer raised نقط such as cows and sheep on his ranch. طيب الفلاح بيربي ايه؟ زي البقر، الجمايس والخرفان. livestock. ماشي. poultry دي دواجن يا ولاد، فراخ بس، فراخ وبط بقى وكده. fortunately لحسن الحظ the average annual نقط of cotton raised this year. بيقول لك معدل ايه السنوي السنه دي ازداد. يبقى انت بتتكلم عن الانتاج اللي كان اسمه production، جايه من الفعل produce اللي كان معناها ينتج. سؤال 4. The government chose to construct the agricultural project near the river because the north is fertile there. ايه اللي خصبه ما تدورش؟ بتتكلم عن التربة الزراعية اللي كان اسمها soil. ما تدورش.
Regular exercise is an way to improve overall health. التمرينات طريقة مؤثرة اللي كان اسمها effective، جاية من effect اللي كان معناها تأثير، effective معناها مؤثر، بتساوي influential اللي كان معناها مؤثر. If you wanted to not more money you can work overtime. عايز معاك فلوس اكتر تعمل فلوس اكتر، تشتغل فترة زيادة. مستر انا كنت باخد مع كلمة money earn، ما انا عارف، بس ما تنساش ان انا ممكن استبدلها ب make money earn money. I not you the book tomorrow I promise، بوعدك. جملة الوعد يا مستر بتاخد will والمصدر I will bring. Not to the club today، قال له yes we can meet there، ممكن نتقابل هناك. فانا هقول له هو انت رايح؟ will you will you، جيت ابص لقيتها معروف كلهم will you، ليله كبيره قوي. تعالى يا سيدي، will you have gone، will you be going، will you have been going، will you be gone مبنيه مجهول بايظه. will you have gone will you be going أداة مستقبل تام وأداة مستقبل مستمر. will you have been going شيل دي مش معاك حلين، المفروض will you go. تمام، بس هو كتاب الأضواء بيهزر معانا بيحب يخضنا، فتمام. أنا ما عنديش حاجة تدل هنا إن الفعل يبقى تم، فهنخليها مستمر. will you be going. look the lorry، ما تكملش يا مستر. أحداث على وشك الحدوث am is are going to زائد الفعل في المصدر. the lorry is going to head. he not in the meeting all morning tomorrow will be sitting. قول هنا دلت على ال continuity، دلت على الاستمرارية. when I was younger I not ride a bike well. خدنا القدرة والاستطاعة دايما كنا في اعدادي، مش هقول لك في منهج تانية ثانوي. كان مصدر could مصدر كان في المضارع could في الماضي. بيقول لك لما كنت اصغر، اذا بتتكلم عن ماضي، اذا كنت. you not have heard him well he said that he wouldn't be able to attend the meeting. انت اكيد سمعته كويس ومستحيل تكون سمعته كويس، معاك حلين. تمام، he said that he wouldn't be able to attend the meeting. هو بيقول ان هو مش هيحضر الاجتماع. تمام، طيب يا سيدي shouldn't have heard him well ما تنفعش. could have heard him well ما تنفعش. couldn't ومست. استحالة في الماضي، تأكيد في الماضي. انت مستحيل تكون سمعته كويس هو قال ان هو مش هيروح الاجتماع، ولا اكيد انت سمعت كويس هو قال ان هو مش هيروح الاجتماع؟ والله انا شايف ان both are correct. يعني انا مش قاليش حاجة اصلا في الجملة توضح هو انت اصلا بتتكلم عن ايه. تمام، بس تعال ناخدها كده بالعقل. انت اكيد سمعته كويس هو قال ان هو مش رايح مش هيحضر. هو ايه اللي اكيد انت سمعته كويس؟ ولكن هقول له انت استحالة تكون سمعت كويس هو قال ان هو مش هيحضر الاجتماع. فالسؤال يعني يحتمل two answers، يعني that's fine. يعني you really not have made this difficult decision. you really not have made this difficult decision. قرار صعب. تمام، انت اكيد ومعاك difficult decision. shouldn't have ما كانش ينفع. could have كنت تقدر. should have كان المفروض. can't have مستحيل. تمام كده، فانا عايز اقول له you really انت اكيد
not have made this difficult decision ان انت تعمل قرار زي ده. فانا بكلمه عن قدرته، حاجة بالاحتمال كانت تحصل بس ما حصلتش. could have. بكون كده بحفزك، والله انت كنت تقدر تعمل ده بس انت اللي ما عملتوش. Mom asked us، لسه قايلين من شوية to not to for anyone while she's out. قصة الخرفان والذئب. قالت لها ما تفتحوش الباب لحد ما بقاش موجودة. not to open. I didn't know where my sister was. ما اعرفش اختي كانت فين. She could not to feed the chicken. She could have gone. طيب مستر ليه have been gone غلط؟ اصل هي passive مجهول، ما ينفعش، هي اللي راحت، فدي غير مناسبة بالمرة. تعالى يا سيدي، تعال نبص كده، اللهم صل على النبي، على القصة دي كده بسرعة. If you were Albany would you try to prevent Gonril؟ Albany جوز Gonril شخصيته كانت قوية جدا from treating her father so badly and why؟ لو انت كنت مكان ألباني كنت هتحاول ان انت تمنع جونريل ان هي تعامل باباها بالطريقة الوقحة دي. of course yes because he is an old man and is her father. لسببين، اولهم راجل كبير، وثانيهم ان هو كمان ابوها، كمان he was a king قبل ما يتنازل عن مملكته لبناته الثلاثة. it's better to worry and be safe. قالت له بص يا حبيبي، انا ما عنديش مشكله ان انا اقلق بس ابقى في امان. دي جونريل كان بيتكلم ألباني. What does Gonril say this to Albany؟ Why does Gonril say this to Albany؟ ليه في رأيك قالت الكلام ده؟ Because she needed her dad to be just an ordinary أو a normal person not a king. كانت عايزة تجرد أبوها من كل حاجة تسمح له يبقى هو الملك، وهو كان مجرد اسم، ولكن كانت عايزة تمحيه من كل ده. كمان هو قال لها انت بتعملي حاجات كتير غلط، انت بتفكري في حاجات كتير وده يقودك لقلق. قالت له انا ما عنديش مشكلة ابقى قلقانة بس طول ما انا عايشة في امان قشطة. عيلة جحدة. What might have happened if someone had seen Edmund cut himself؟ Edmund راح عور نفسه واتبلى على اخوه ادجار، وراح قال لابوه ابنك عورنا يا بابا. الواد ده كان عايز يقتلني عشان كنت عايز امنعه ان هو يقتلك يا بابا. الواد ده ما بيحبكش وبيكرهك يا بابا. افرض بقى كان حد شافه وهو بيعور نفسه. His plan would be discovered. خطته كان زمانها يا باشا اتكشفت. هو كل دوت بيلف ويدور عشان يخلي شكل اخوه وحش، عشان يقول لابوه ابنك يا بابا عايز يقتلك ويتخلص منك علشان ياخد المملكة. تعال يا سيدي. I suggest that you read this book. The antonym of suggest. suggest هنا اللي كان معناها يقترح، بقترح عليك، بنصحك يعني. إذن عكسها ان انا بعارض ده، يعارض اللي كان اسمها oppose. By organizing her tasks she was able to work more not throughout the day. بدأت ان هي تعمل تنظيم للحاجات اللي هي تعملها في اليوم، فبسبب دوت قدرت ان هي تشتغل بطريقة كفء اكتر efficiently. The survey showed that the best نقط for water shortage is using water rationally. نرشد استهلاك المية. إذا ده أفضل حل، إذا دي أفضل طريقة، إذا ده أفضل solution. The نقط in the cleaning product can be harmful if not handled properly. الايه في غسول التنظيف
ممكن يبقى مؤذي لو ما استخدمناهوش بطريقة كويسة. اي حاجة ليها علاقة بالكوزماتكس بيدخل فيها كيميكالز، مستحضرات تجميل فيها مواد كيميائية، ولكن بنسب معينة تستخدم بحرص عشان ممكن تبقى ضارة. تحط كريم عشان تطول شعرك تلاقي نفسك قرعيت. تمام. فانا بتكلم هنا عن الكيميكال. Water is one of the not elements in the environment. المياه واحدة من أساسياتك أو العناصر الأساسية. basic. I read، لا دي read عشان دي تصريف تاني. Your note on my recent post it was really useful for me. طالما كان في post وأنا قريت حاجة فأنا قريت comment، تعليق زي تعليقات تكتبوها تحت الفيديو كده اقعد اقراها كده بكل حب كنوع من انواع الانكارجمنت، تشجيع. راجل صحي لكم بدري عشان نسجل فيديوهات يعني. ايش ماشي. بعد كده نخليه بقى تمام. I can't meet you tomorrow because I know I guests at home. معلش هقدر اقابلك بكره عند ضيوف. I'm having. لسه حالين الفكره دي حالا. The shop not at 7. باشا بكلمك عن مواعيد ثابته، اديني مضارع بسيط من غير ما تفكر. opens. I'm buying flour and eggs because I not a cake. بشتري دقيق، بشتري بيض، هعمل كيكة. إذا ده حدث على وشك الحدوث، ما أنا بجهز حاجتي أهو. am going to make. we not when you arrive at the airport. الروابط الزمنية لسه قايلك عليها حالة. جهة مستقبل، جهة مضارع. طب لو جهة مضارع يبقى جهة مستقبل. معاك هنا مستقبلين will wait will be will be waiting. مش عايز تطلع ليه. فانا هنا هقول لك لما توصل المطار مش هبقى استنيتك، هبقى مستنيك. I'll be waiting. He not have made the same mistake again especially after his father's warning. انت عايز تقول لي ما ينفعش، ما كانش ينفع يعمل الغلطة دي تاني حتى او بعد كمان ما هو بحذره. لسه قايلين من شوية should have و shouldn't have، فهتبقى shouldn't have. We not leave the baby alone so I was obliged to stay with him. سمح لي، تمام، وجبرت ان انا اقعد مع الطفل. اذا ما قدرناش ان احنا نسيب الطفل لوحده. اذا we couldn't leave the baby. Nada's teacher advised her not too much time watching TV. حاجة سلبية يبقى باخد not to، تبقى not to spend. After only 6 months نادر not football well. He's really talented. بعد 6 شهور نادر ده هو شخص موهوب. couldn't play couldn't have played غلط. could have played و could play. could have played دي مستحيل تبقى معاك. could play قدر، استطاع، قدرة، مقدرة. Sammy will go to the club when he not his homework. معاك المستقبل، محتاج المضارع finishes. الدنيا سهلة والله، ست اللي بتذاكرش سوسة. يلا تعال نبص على السؤال ده. If you were King Lear would you get angry and leave Gonrill's palace and why? جونريل كان بيتعامل مع ابوه بطريقه سيئه جدا. حج الملك لير ساب لها القصر ومشي عشان هو راجل قموصه قمص، شخصيته قويه جدا. بس البيت اللي انا مشي. لو انت مكان الملك لير هتسيب القصر؟ اقسم بالله شقه. No. I would punish her. هعاقبها. حد يقول لي ما هو ما يعرفش، اقول لك ما يعرفش كملك بس يعرف كفاذر، لان هو ما عادش ملك فما يقدرش يعمل فيها حاجه. تسجنه وتوديه في 60 داهيه وتوديه ورا الشمس. حد يقول لك هسيب القصر. I'm broken.
I have a broken heart لأن قلبي اتجرح. ماشي يا أخويا. سوم العاشق وسوم الحساس. Why do you think Lear was angry when Oswald called him my lady's father? Oswald كان حتة خدام ملوش لازمة. ملك لير قال له do you know who am I؟ عارف أنا مين يلا؟ قال له yes. You are my lady's father. أنت أبو الست اللي أنا شغال عندها. ما قالوش you are my king. ليه كان متضايق؟ Because he was just a servant and they didn't respect him. كان مجرد خادم وما احترموش. السؤال 3 بيقول لك what do you think of the fool؟ فول مهرج بتاع الملك اللي كان يضرب ولا يبالي، مش عاجبه اي حد، وقام خبطها كده فقال لها ما احنا مش هنستغرب لما العربيه تجرجر الحصان. مفيش عربيه بتجرجر الحصان، بس هو بيضرب ولا يبالي. فايه رايك فيه؟ I think he is an honest and the courage man. راجل اللي عايز يقوله بيقوله، ما بيهموش حد، وراجل شجاع. ده الفول. كمان كان بيحب الملك جدا، فما كانش عاجبه اللي بيحصل للملك بتاعه، زيه زي كنت. تعال نخش على الامتحان الرابع. They are focusing on not practices to protect the environment for future generations. بيركزوا على ايه علشان يحموا البيئة. اذا بنركز على حاجة صديقة للبيئة، حاجة مستدامة، حاجة sustainable. The food factory was able to not more money out of the new product. لسه قايل لك من شوية make money. The shop assistant told me that long skirts are still in not this winter. لسه في الموضة. Still in fashion. تمام؟ لسه على الموضة يعني. After he had shouted at the little girl, she not and began to cry. قامت قلبه وشها كده وبدأت إنها تعيط. كان معاك frowned بوزت. Successful people are always more not about their work. الناس الناجحة دايما بتكون مركزة وعندها إيجابية لشغلها دايما. Positive. They worked hard to find a knot to the pollution problem in the area. لسه حلها برضو من شوية على فكرة. كانوا بيشتغلوا كويس علشان يلاقوا حل solution. I hate urban life. I think I not in the village soon. أنا بكره الحياة بتاعت المدن، يعني زحمة وتلوث وي 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 وي. فأنا عايز إن أنا أروح أعيش في قرية قريب، مجرد prediction بدون أي دليل. I will live. I'm feeling cold. جو برد. قال له تمام، راح أقفل الشباك. قرار سريع. I will close. I'm very late. أنا متأخر جدا. Not me to the club please. ممكن توديني النادي. طلب والمصدر. Will you drive me? My elder son says he not an engineer. This is his ambition. Ambition معناه طموح. طموح يعني رغبة، يعني نية، يعني he's going to. My brother not his education abroad but he decided to stay in Egypt. كان يقدر يسافر بره يكمل تعليمه، بس قرر انه يقعد في مصر. بيفكر بيفهم. فتبقى could have completed. حاجة كنت اقدر اعملها بس قررت ان انا اعمل حاجة غيرها. بعد كده شباب بيقول لي في الجملة 12 although it was raining heavily I not reach my city in time. قدرت ان انا اوصل. I was able to. Yesterday I left the car unlocked. امبارح سبت العربية مش مقفولة. It not stolen but luckily it wasn't. كان ممكن تتسرق بس لحسن الحظ ما حصلش. Could have
been لأنها مبنية للمجهول. The doctor not me to take the medicine on time. أكيد ما كانش بيحذرني، أكيد ما كانش بيترجاني، أكيد ما اقترحش، ولكن the doctor told me to take the medicine on time. قال لي وعرفني. You not your homework before going out. قبل ما تخرج، تمام، مفروض تخلص واجبك. كان المفروض تخلص واجبك. عارف انت الخروجه اللي بتخرج تيجي تاكل على دماغك، فتبقى you should have finished. كان من المفترض ان تدخل البيت تلاقي ابوك قلع لك الحزام كده هتعمل ايه يا حاج؟ هنرقص دانس يا روح الحاج. سؤال 16. مفيش 16. هي الاوقات الحلوه بتعدي بسرعه. انا خلصت. احنا كده لمينا الحاجات اللي هتبقى مكرره عليك في نوفمبر. هم دول مش يونت 3 و4 بس، في عندك جزء كمان من يونت 2. تمام. فبعد ما تخلص فرجة على الفيديو بتاعك ده، المفروض تكون مذاكر السبورات بتاعه الجرامر والسبورات بتاعه اللانجوج ان شاء الله. واحنا كمان لمينا كده بسرعه الاكتس اللي موجوده عليك في مقرر شهر نوفمبر. ربنا رب يكرمكم يا رب ويوفقكم. ذاكروا علشان ما عادش في وقت يا شباب. خلاص الامتحانات بتاعتنا يوم 11 واحد، فيعني ما عادش وقت، ما عادش وقت ان شاء الله. ربنا رب يكرمكم وهانت خلاص علشان السنه الجايه كمان. بعد خلص كده فرجع الفيديو بعمل ليه كده ايه لفايه حلوه كده ولا لايكايه حلوه كده يلا شباب. كان معاكم محمد معروف، مدرس الانجليزي ثانويه عامه في دمياط. سلام.